ما بحبش الشاي من غير نعناع يا رب. قصة أغرب من الخيال. رجل معروف في السماء. بيقول أحد الأمراء المسؤولين في السعودية: رحت الحج السنة دي زي كل سنة، بحب أحج كفريضة وبحبها كرحلة إيمانية، لكن في الحج ده حصل حاجة مختلفة زلزلت كل مفاهيمي عن الحياة. كانت ليلة التروية في مخيمات منى، لكن سبحان الله غلب عليا إحساس كده خنقة وضيق، وحسيت عايزة أمشي لوحدي شوية وبدون حراسة، ومعايا تليفوني وماشي ومش عارف رايح على فين. بتحرك بين الجبال في الضلمة على صخرة بعيدة، لقيت راجل عجوز يمكن أكتر من 70 سنة قاعد لوحده، ولما شافني قال لي: هو انت اللي جايب لي اللحمه؟ استغربت جدا، قلت له: هو انت مستني حد يوصل لك اكل يعني؟ طلبت حاجه من مطعم او حاجه؟ قال لي وبكل ثقه: لا، انا طلبت من ربنا، رب كل اصحاب المطاعم، طلبت من الله ومستني اللي هيجيبها لي. شايفين معايا اليقين؟ ضحكت غصب عني من العجوز الجعان ده اللي مستني اللحمه في عز الليل في منطقه مقطوعه زي دي، وقلت له: حاضر عينيا، هجيب لك طلبك. كلمت شخص معايا في المخيم وبعت له اللوكيشن وقلت له: هات لي احلى واكبر طبق لحمه عندك. وفعلا جيبي وحطيته قدام العجوز، قعد يهلل ويكبر وسمى الله، واكل بنهم شديد. واضح فعلا انه كان جعان جدا. خلص اكل وقال: يا رب رزقتني باللحمه وكانت حلوه فعلا. دلوقتي عايزه اشرب كوبايه شاي بالنعناع، بس ما بحبش الشاي من غير نعناع يا رب. انا برضو قاعد مستغرب جدا، هو بجد مستني كوبايه شاي وكمان بالنعناع في الحته المقطوعه دي؟ المهم بصلي وقال لي: هو انت عايز بقيه الاكل؟ قلت له: لا شكرا. جمع بقيه الاكل واداه لاول جماعه معديين من قدامنا، اعتقد انهم من اهل الشام. قال لهم: ده رزق من ربنا ليكم. شكروه الناس وكملوا طريقهم، لكن لحظات ورجع شخص منهم وفي ايده كوبايه شاي وقال له: يا شيخ دي ليك، اقبل مني زي ما قبلنا منك اللحم. الحاج العجوز قال له: طب هو الشاي فيه نعناع؟ قال له: لا، بس انا معايا نعناع، ثواني وهجيب لك. العجوز قال له: طب ممكن كوبايه كمان للراجل اللي جنبي ده، هو اللي ربنا بعته ليا وليكم باللحم. بيقول الامير السعودي: انا والله العظيم مذهول، من ذهولي ما نطقتش وما اعترضتش وخدت كوبايه الشاي وشربت معاه، وبيقسم بالله انه لم يذق في حياته مثل حلاوه هذا الشاي. شرب الحاج العجوز الشاي في صمت وفي هدوء وفي سكينه، وقعد يحمد ربنا وقال: يا رب ممكن ترزقني بمخدة عشان انام عليها؟ انت عارف يا رب انا ما بعرفش انام على الصخرة من غير مخدة. بيقول الامير: اقسم بالله العظيم جت مجموعة من حجاج المغرب قعدوا جنبنا وفرشوا سجادة وحطوا عليها مخدات، استأذنهم العجوز في واحدة واخدها ونام عليها. سمعته بيقول: يا رب الجو حر قوي، ابعت لنا نسمة هوا. بيقول الامير: اقسم بالله هبت نسمة هوا، لقيت عيني عمالة تدمع وعمالة اقول: الله اكبر الله اكبر. انت مين يا شيخ؟ قال لي: عبد من عبيد الله، وسيبني انام بقى، ورانا بكره يوم طويل، سيبني انام والا هدعي عليه. بيقول الامير: اترعبت حرفيا وطلعت اجري، ما وقفتش غير في المخيم بتاعي، وهناك قابلت الشيخ اللي معانا في المخيم وحكيت له اللي حصل. قال لي: اتمنى الحق اشوف الراجل ده قبل ما يتحرك. مين الراجل اللي دعائه مستجاب ده؟ رحنا انا وهو. الشيخ واحد من اكبر واشهر مشايخ السعوديه، وهو حي يرزق وشاهد على ما اقول. لقينا الراجل صاحي من النوم وهيتحرك. قلت له: يا حاج هو انت رايح على فين؟ قال لي: الفجر خلاص قرب، هدور على مكان اتوضى فيه عشان اصلي الفجر. قلت له: يا حاج انت عارف انا مين والشيخ اللي معايا ده مين؟ قال لي: ايوه طبعا عارفكم، انتوا عبيد من عبيد الله زيي. فقلت له على اسمي وقلت له اسم الشيخ اللي معايا. قال لي: ايوه يعني عبيد زيي. قلت له: طب ايه رايك يا حاج تكمل الحج معانا؟ رفض وقال لي: حابب احج على طريقتي. اديته الكارت وفيه رقم تليفوني الشخصي، وقلت له: لو احتجت اي حاجه في اي وقت اتصل بيا. قال لي بصوت كله ايمان: اكلمك ليه؟ اطلب منك ايه؟ ده انت عبد فقير زيي وزيك، انا لما بعوز حاجه بقول يا رب، بطلبها من ربنا، ولو شاء لجعل الخير ياتيني على يديك او من غيرك. ومشي في طريقه. ناديته وقلت له: طيب ممكن تدعي لي؟ قال لي بلهجه الواثقين: وما تدعيش لنفسك ليه؟ قلت له: انت ما شاء الله دعائك مستجاب. قال لي: يبقى قرب من ربنا وادعي عشان يبقى انت كمان دعائك مستجاب. وقال وهو واقف قدامنا: يا رب ارزقني بعربيه توصلني للجامع، انا رجليا مش شايلاني. وهو بيتحرك ببطء بسبب سنه وضعفه. لقيت انا والشيخ الجليل اللي معايا عربيه الدوريه للحجاج شافته، وقفت للعجوز وركبته معاهم. الشيخ بصلي وقال لي: يا سياده الامير، نحن رجال معروفون في الارض، لكن هناك رجال معروفون في السماء، وزي ما ترتيبنا في الدنيا مختلف، ترتيبنا في السماء برضه مختلف. اعتقد اننا قابلنا راجل معروف في السماء اكتر من ما احنا حتى معروفين في الارض. ابعتها لحد محتاجها، وما تنساش تذكر الله وتصلي على الحبيب المصطفى.